أهلا يا حلوين، كيفكم؟ أنا حور، واليوم راح أجرب معاكم وصفات التيك توك الرمضانية، فحطوا لايك وخلونا نبدأ. الحلا هذا لقيت ناس كثير مسوينه مع اختلافات بسيطة. هو طبعا جدا سهل بس مكوناته يبغالها ميزانية شوي. فأول شي راح ناخذ البسكوت ونطحنه، وبعدين راح نضيف عليه حليب مكثف وقشطة. في ناس تضيف بس حليب مكثف وفي ناس تضيف الاثنين مع بعض. أنا حسيت إنه لو حطيت بس حليب مكثف راح يكون مرة حالي، فخلطت الاثنين مع بعض، القشطة والحليب المكثف. طبعا أتمنى إنه ما أحد يسألني عن الكميات لأني صراحة مو جالسة أقيس شي، كل شي بالنظر. المهم عجنت البسكوت، بعدين أخذت العجينة ورصيتها بصينية. بعد كذا راح نذوب الشوكولات مع الكريمة، ونفس الشيء الناس اختلفت في هذه المرحلة. في ناس تحط شوكولات بس، وناس تحط كيندر بس، وناس تحط الاثنين. فأنا قلت أرضي جميع الأطراف وأحط النوعين. حطيت شوية كريمة، بعدين قلت خليني أحط القشطة اللي بقت، يعني هم راح يعطوا نفس النتيجة. بعد كذا دخلتهم على الميكروويف وذوبتهم، وكذا أعتقد القوام تمام. بعد كذا أخذت كم حبة من البسكوت وكسرتها عليه وراح أخلطهم، وإذا حسيت إنه في مجال كمان أزود بسكوت راح أزود عليهم. وزعت الطبقة الثانية ودخلتها للثلاجة يبرد، وبعد ما طلعتها رشيت عليه شوية ملح كذا تكسر الحلاوة شوي، وبعدين راح أزينه بالكندر. راح أقطع الحلا بهذه القطاعة المثيرة للجدل، واللي الله يرزقني على قد ما كتبتولي إنها مسطرة بهذا المقطع. يعني صراحة بالبداية ضحكت، بس بعدين صار الموضوع أوفر. صبرت أجر لله أجر لكن خلاص الموضوع استبحل. يعني مثلا تفضلوا شوفوا هذا التعليق. المهم ما علينا يا جماعة، الحلا طلع لذيذ على قد ما هو سهل، على قد ما هو لذيذ. وترى صورت المقطع هذا قبل رمضان عشان ما تجوني وتقولوني ايش فيك تاكلين بالنهار، وكل الوصفات اللي اليوم صورتها قبل رمضان، فلا تتحمسوا بالتعليقات. المهم راح أعطي هذا الحلا 10 من 10، يستاهل 10 صراحة بعد كل الحلطمة اللي صارت. الفكرة اللي بعدها هي هذا الحلا الكيوت واللي يستاهل مرة، بس نحتاج بيف باستري، والأشياء الثانية يعني متوفرة في كل بيت. راح ناخذ البيف باستري وراح نرش عليها شوية سكر، وبعدين راح نحاول إنه نرص السكر عليها بأي أداة عندكم. بعدين راح ناخذ أطراف البيف باستري نقفل الطرفين زي كذا، وبعدين راح نقفلهم على بعض زي كذا. أتمنى أنكم يعني فهمتوا الفكرة، جدا بسيطة لكن ما أعرف أشرحها بالكلام، شوفوها بس أنتوا وطبقوها. بعدين راح نقطعهم لشرايح كذا ونصفها في الصينية. طبعا بعدين حبيت اني اشكل بالحشوات، حبيت اسوي حشوة السينابون، فاخذت شوية زبدة وراح ادهن العجينة بالزبدة زي كذا، وبعدين راح رش عليها رشة سكر وقرفة وبس. بعدين راح اقفل الاطراف بنفس الطريقة واقطعها. والنوع الثالث حبيت اني ما اسوي فيه حشوة، لا احط سكر ولا اي شيء ثاني، اخلي العجينة زي ما هي واقفلها بنفس الطريقة واقطعها، وبعدين لما تستوي راح احط عليها شوكولات وزعتر. رتبتهم بالصينية ودخلتهم على الفرن، وصراحة ما كنت متوقعة انه شكلهم هذا بيطلع هذا الشكل النهائي. مرة كيوت ومرة حبيت، جدا جدا لطيفين، وأسهل من كذا ما في. ذوبت شوكولات في الميكروويف وراح أغمس النوع السادة في الشوكولات وأرش عليه زعتر وسماق.
النوع اللي بالقرفة ما راح أحط عليه شيء، راح أتركه زي ما هو، وممكن عند التقديم أحط عليه شوية حليب مكثف. أما النوع اللي بالسكر راح أغمسه بالشوكولات بس. وهذا شكلهم النهائي، جدا جدا كيوت، وراح أعطي الوصفة هذه 10 من 10. الحلا هذا لقيته بوجهي كثير الفترة الماضية، وكثير كمان لقيت تجارب ناس ما ضبط معاهم، فمعزبتكم قالت ليش ما نجربه ونعطيه فرصة، وعشان يعني في نفس الوقت انه ما يحتاج تجربونه، جربه عندكم، واذا ما كان اوكي ما في داعي تتعبون نفسكم. فراح اسويه بنفس الطريقة اللي قالتها البنت. تقول ناخذ شريحتين بفاستري نقطعها زي كذا، وبعدين نضيف عليها 30 ملي موية ونخلطهم. طبعا جلست أخلط وأخلط وأخلط وأحس إنه مو راضي ينخلط، فبالأخير قلت خلينا نكمل الخطوات. الخطوة اللي بعدها إنه ندخله على الميكروويف، فدخلته على الميكروويف، وبعد ما طلعتها صار بهذا الشكل. خلطتها وحسيت إنه ما راح تضبط، لكن في الأخير الحمد لله صارت معي ملامح العجينة. فدخلت الميكروويف مرة ثانية وطلعتها، وبعد ما خلطته اوكي صار القوام جدا ممتاز. والحين صار وقت انه نضيف البيض. قالت نضيف حبتين بيض، بس انا حسيت انه مرة كثير على حبتين بفاستري نضيف حبتين بيض، فراح اضيف واحدة. خلطت وخلطت وخلطت، وبعدين حسيت ان العجينة صارت مرة سايلة، فقلت كيف راح تصير إكلير، ما راح ينفع أبدا. بعد كذا قلت خليني أتدارك الموضوع وأجيب حبة بفاستري ثالثة وأسويها بنفس الطريقة، وبعدين أحطها على العجينة اللي طلعت معاي. فسويت البفاستري الثالثة وبعدين أضفتها على الخليط، وجلست أخلط وأخلط وأخلط إلى ما لا نهاية. وبعدين حسيت إنه العجينة طلعت سميكة، فكيف أحل الموضوع؟ أكيد راح أضيف بيض. رحت جبت حبة البيض الثانية، لكن هذه المرة قررت إني ما أضيفها كلها، أضيف نصها. فأضفت نص كمية البيض وخلط. بعدين حسيت إنه هذا يكفي، ممكن يكون هذا القوام المناسب، فخلاص اكتفيت كذا وحطيتهم في أقماع. وبعدين صبيتهم على الصينية بهذا الشكل، وإن شاء الله تضبط وما نكون ضيعنا النعمة. دخلتهم على الفرن، وبعد ما طلعتهم طلعوا بهذا الشكل، صاروا كيك. مو كيك، خبز صراحة. ايوه شكلهم زي الخبز، ما اعرف. المهم انه التجربة فشلت معي، مع اني حطيت كمية بفاستري اكثر من اللي قالتها البنت. قالت حبتين، انا حطيت 3، وقالت بيضتين، انا حطيت بيضة ونص. فكيف طلعت معاي سايلة زي كذا ما ادري. وحطيتها في الميكروويف، سويت كل التعليمات اللي قالتها وما ضبطت معاي. في ناس ضبطت معاهم، ممكن الموضوع عبارة عن حظ، ما أدري. لكن صراحة يعني الموضوع مو مستاهل إنكم تتعبون نفسكم وتضيعون النعمة، فلا تجربوها، وراح أعطيها 0. آخر وصفة راح أجربها هي بالخبز البوراتا. هذا راح أخذ الخبز وأفرده. طبعا العجينة هذه دايما تكون مرة ستيكي، فصعب جدا اني افردها، عشان كذا راح احطها على ورق زبدة واحط فوقها ورق زبدة وافردها. بعد كذا جهزت حشوة عبارة عن جبنة مالحة معاها بقدونس ونعناع، وراح اوزعها على العجينة وبعدين الفها رول. بعدين راح امد العجينة شوي وكمان الفها رول بهذا الشكل. سويت حبة ثانية بنفس الطريقة. راح اخذهم واحطهم على صينية وادهنهم بصفار البيض وادخلهم للفرن. وبعد ما طلعتهم طلعوا بهذا الشكل. طبعا الشكل يشهي صراحة، فان شاء الله تكون التجربة ناجحة، لانها لو نجحت راح تفك ازمة برمضان. قصيتها بالنص عشان أشوفها من جوا، وطلعت من جوا معجنة، يعني ما استوت من جوا. ذقتها وكانت عبارة عن عجين، من برا مقرمش ومن جوا عجين. فالتجربة كانت
فاشلة أو ممكن فشلت عندي، ما أدري صراحة، لكني ما راح أجربها مرة ثانية وراح أعطيها 0. وبس بكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قولوا لي إيش رأيكم بالفيديو وإيش رأيكم بالأفكار، وأنصحكم ما تضيعوا وقتكم وتجربوا الأفكار الفاشلة. وبس أشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله في فيديو قصص الأسبوع الجاي. فلا تنسوا اللايك ولا تنسوا تشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. أحبكم، أشوفكم بالفيديو الجاي على خير، مع السلامة.